كان سامي يعيش حياة هادئة مع زوجته منذ 7 سنوات. لم يكن غنياً، لكنه كان يعمل بجد ويوفر كل ما تستطيع أسرته أن تحتاجه. كان يثق بزوجته ثقة عمياء، ولم يخطر بباله يوماً أن تلك الثقة قد تتحول إلى أكبر صدمة في حياته. في أحد الأيام اضطر سامي للسفر عدة أيام بسبب عمله، لكن الرحلة ألغيت في آخر لحظة. قرر العودة إلى المنزل دون أن يخبر أحداً، ظناً منه أنه سيفاجئ زوجته. لكن المفاجأة كانت من نصيبه هو. عندما دخل المنزل سمع حديثاً غريباً في غرفة الجلوس. اقترب بهدوء، وهناك اكتشف أن زوجته كانت تخونه مع رجل آخر. تجمد في مكانه، لم يصرخ، لم يتشاجر، ولم يخبرهما حتى أنه رآهما. غادر المنزل بصمت وكأن شيئاً لم يحدث. في تلك الليلة لم ينم، كان يفكر فقط في شيء واحد: كيف يرد على هذه الخيانة؟ بعد أيام قليلة بدأ تنفيذ خطته. كان سامي يمتلك شركة صغيرة سجلها باسم زوجته منذ سنوات بسبب ظروف قانونية قديمة، وبفضل ثقتها المطلقة بأنه لا يعلم شيئاً وقعت على عدة أوراق أخبرها أنها تخص الضرائب وبعض الإجراءات الإدارية. لكن الحقيقة كانت مختلفة تماماً، فقد أعاد نقل ملكية الشركة وكل أصولها إلى اسمه بشكل قانوني. وبعد أن انتهى من كل شيء جمع الأدلة التي تثبت الخيانة وقدم طلب الطلاق. عندما وصلت الأوراق إلى زوجته اعتقدت في البداية أن الأمر مجرد تهديد، لكنها سرعان ما اكتشفت أن كل شيء انتهى بالفعل. المنزل الذي كان يدفع أقساطه أصبح من نصيبه، والشركة التي كانت تظن أنها تملكها لم تعد لها أي علاقة بها. أما الرجل الذي خانت زوجها معه فاختفى من حياتها بمجرد أن بدأت المشاكل. بعد أشهر قليلة بدأ سامي حياة جديدة. أما زوجته السابقة فقد خسرت زوجها وثقته ومستقبلها المستقر في وقت واحد. حينها فقط أدركت أن لحظة خيانة واحدة قد تدمر سنوات كاملة من الحياة.